الفلوس الحرام. نجوم كتير خدتهم حياة الشهرة والأضواء، ومش هو ده الطريق اللي هم نفسهم يمشوا فيه، لحد ما اكتشفوا إن هو طريق مسحور بيغيب العقول عن الحق، وبيرسم ليهم الباطل كأنه هو ده طريق الجنة. ولما الصوت اللي في دماغهم ده بدأ يعلى، اتأكدوا إن السعادة والحق في طاعة الله. تلك الشهرة شيء لا يشرفني، والله الذي لا إله إلا هو إني لأستحي من نفسي حينما أذكر أنني كنت مغنيا. لم أكن قط سعيدا أبدا أبدا أبدا، وكنت في ضنك من العيش رغم الشهرة ورغم المال ورغم السفر. لم أكن سعيدا وكنت أعيش في ضنك من العيش. الآن الحمد لله أعيش السعادة الحقيقية كما تعلم يا أخي في طاعة الله. ورغم صعوبة القرار ورغم كل اللي هيتخلوا عنه في المقابل، بس من منظورهم إن الوقوف على باب التوبة كان يستاهل. عايز اكل انا حرام، انا شايفه كده، انا اكل بالحلال. وبعدين انا بحس بالجنيه دلوقتي اكتر. الالف بتاعت دلوقتي ب100,000 كنت باخدهم، اصل انا كنت بطلع بخطي خطوه رجلي بره البيت كده ارجع ب30-40 الف جنيه. في حلقة النهاردة هنتكلم عن نجوم ومشاهير باعوا كل أملاكهم واتبرعوا بفلوسهم اللي كسبوها من الفن، اللي كلهم أجمعوا إن هي فلوس حرام. اللي قدامك دي اسمها هالة الصافي، المرة اللي غلبت الشيطان. اسمها الحقيقي سهير حسن عبدين، راقصة مصرية اتولدت في 17 سبتمبر سنة 1952 في محافظة الإسكندرية. بدأت مسيرتها الفنية سنة 1967 في مسلسل بيار الملح مع الفنانة ليلى طاهر والفنان شكري سرحان، وتوالت أعمالها الفنية وغيرت اسمها لهالة الصافي. وسنة 1975 اتجوزت من الريس متقال القناوي بعد قصة حب بينهم اللي بدأت لما شاركت معاه في الفرقة كراقصة، وكان أشهر دويتو ليهم سوا كان أغنية يا حلوة يا شايلة البلاص. وبسبب نزواتها الكتير انفصلت عنه بعد 3 سنين بس، واتجوزت بعده من شخص من بره الوسط الفني، وخلفت ابنها الوحيد كريم. واشتهرت هالة الصافي بعدها جدا، وكانت في منافسة كبيرة مع الراقصة زيزي مصطفى ونجوى فؤاد. وسنة 1986 شاركت في فيلم حب فوق السحاب مع الفنان محمد عوض، لحد ما قررت فجأة كده إن هي تعتزل الفن والرقص وتتحجب، وكان عمرها وقتها 34 سنة. بس الحكاية بدت معاها لما في ليلة من الليالي رجعت من شغلها قبل الفجر يوم الجمعة، وكان قلبها مش مستريح خالص ومش عارفة تنام ومش قادرة تهرب من نفسها. فقامت اتوضت وصلت ركعتين لله وقالت يا رب لو أنا فعلا ماشية غلط خد بإيدي واهديني وجربني منك، أنا تعبت. وخلصت صلاة ونامت. بس النوم المرة دي كان مختلف تماما، لأن هي شافت حلم وهي نايمة، والحلم ده قلب حياتها كلها. وكانت بتحلم إن هي بتجري في الشارع وهي شبه عريانة وحاسة بالكسوف والضياع، لحد ما لقيت مسجد كبير قوي، ومن بعيد شافت الكعبة. حاولت تدخل، بس ازاي تدخل وهي كده؟ وفجأة لقيت راجل شكله كده هيبة ونور وبيبص ليها وشاور لها تدخل. ولما قالت له ان هي مش لابسة حاجة قلع عبايته وغطاها بيها وقال لها صلي، وصلت وهي بتعيط وخلاص قلبها اتغسل. ولما خلصت صلاة حاولت تديله العباية، بس هو قال لها ما تخلعيش العباية دي تاني خالص أبدا. ولما سألت الناس اللي في الجامع مين الشخص اللي اداني العباية دي، قالوا لها ان ده الرسول صلى الله عليه وسلم. عايزة اقولك ان هي صحيت من النوم وهي بتعيط وقلبها بيرتجف ولسانها بيقول انا مش هرجع، انا خلاص، انا تبت يا رب. وقامت اتوضت وصلت الفجر
وقرت قرآن ونزلت من بيتها محجبة لأول مرة في حياتها، وكانت رايحة تصلي الجمعة في جامع المغفرة اللي جنب بيتها. كل الناس اللي كانوا بيصلوا جنبها كانوا مستغربين جدا، بس كانوا فرحانين ومش مصدقين اللي هم شايفينه. وبرغم توبتها بس المغريات فضلت وراها، عروض من كل حتة برا مصر وجوه مصر بأرقام فلكية. بس هي ما همهاش كل ده، وقالتها بكل وضوح: أنا مش هبيع توبتي، أنا مش هرجع تاني للي كنت فيه حتى لو عرضوا عليا الدنيا بحالها. ورجعت تاني سهير حسن ست بسيطة محجبة عايشة في رضا ربها، وشايفة ان الحجاب نعمة والصلاة راحة، ورضا ربنا أهم من الشهرة والفلوس. وقررت ان هي تتبرى من كل قرش جالها من الشغل، وحرجت جزء كبير من المال الحرام، والجزء التاني اتبرعت بيه للجمعيات الخيرية، لأنها كانت شايفة ان الفلوس دي مش حلال، وإن هي ما تستحقش تبني حياتها الجديدة على مال من مصدر هي شايفاه إنه هو حرام. وحضرت ورق السفر وسافرت علشان تحج، وبنت مسجد ومدرسة في الجيزة خاصة لتعليم الدين الإسلامي. وقالت إن هي مستريحة لما تخلت عن الفلوس دي، برغم إن الإغراءات كانت كبيرة، لكنها كانت حاسة إن التوبة مش كلام بس لازم فعل كمان وتضحية. وفي جملة جميلة قوي قالتها في لقاء ليها: مش هبني مستقبلي بفلوس ربنا مش راضي عنها، حتى لو عشت فقيرة بس عايشة بكرامة وبرضا ربنا، ومفيش حاجة أحسن من كده. اللي قدامك ده الفنان محمد وفيق، وده ممثل مصري اتولد في 24 سبتمبر سنة 1947 في الإسكندرية. وشارك الفنان محمد وفيق في عدد كبير قوي من الأعمال، زي 131 أشغال سنة 1993، وزي الهروب مع الفنان أحمد زكي. بس من أكتر الأدوار اللي علقت مع الناس كان دور عزيز الجبالي في مسلسل رأفت الهجان. كان معروف عنه أخلاقه العالية واحترامه وكرمه، ده غير إنه هو كان قليل في الظهور في البرامج التلفزيونية. اتجوز مرة واحدة بس في حياته من الممثلة كوثر العسال، اللي هي أصلا بنت خالته، وكانت حب عمره، وكانت أكبر منه ب6 سنين. وكانت متجوزة قبله الفنان عبد المنعم إبراهيم، وكانت الزوجة الرابعة والأخيرة ليه، وعاشت معاه 20 سنة. وكل ده كان الفنان محمد وفيق عايش أعزب بسبب حبه الكبير ليها. وبعد وفاة الفنان عبد المنعم إبراهيم اعترف لها الفنان محمد وفيق بحبه الكبير، واتجوزها سنة 1989، وما كانش معاها أولاد، وكان عمره وقتها 42 سنة. وفضلوا عايشين مع بعض في منتهى السعادة لحد وفاتها سنة 2013، وبعدها حزن عليها جدا. ولأن ربنا ما رزقهمش بأولاد، قرر يبيع مجوهراتها ويتبرع بيها لمستشفى سرطان الأطفال، مستشفى 57-357. أما شقتهم بالعفش اللي فيها فقرر إن هو يتبرع بيهم لشاب فقير كان عايز يتجوز، صدقة على روح حبيبته كوثر العسال. ودخل محمد وفيق في حالة اكتئاب لحد ما اتدهورت حالته الصحية، وتوفى بعدها بسنة و7 شهور في 14 مارس سنة 2015 وهو عمره 67 سنة. وكانت وصيته إنه هو يندفن جنب حبيبته وحب عمره كوثر العسال. اللي قدامك ده اسمه علي عبد القادر السيد، وشهرته علي قدورة، مطرب المهرجانات. كان في بداية مشواره مع حمو بيكا وفيجو الدخلاوي اللي حققوا نجاح كبير جدا، وقدموا مع بعض مهرجانات كتير. ده غير انه هو شارك مع الفنان حسن شاكوش وحمو بيكا في أغنية وداع يا دنيا وداع، واللي حققت ملايين المشاهدات. وبرغم حياة الشهرة والفلوس الكتير اللي وصل ليها علي قدورة،
إلا إنه هو كان دايما حاسس إن مصدر رزقه ده مش حلال. ده غير إنه هو ما كانش مرتاح خالص لحد ما توفى زميل ليه في المجال اسمه كالوشا بشكل مفاجئ، علشان من هنا يبدأ يفكر علي قدورة عن مصيره وحياته. ويوم 13 أكتوبر سنة 2023 يفاجئ علي قدورة جمهوره ويعلن اعتزاله الفن. علي قدورة حط صورة ليه من قدام الكعبة على حسابه على الانستجرام، وأعلن من خلالها خبر اعتزاله. ده غير إنه هو صرح إنه هو بيتبرأ من كل الفلوس اللي جمعها من الغنى واتبرع بيها كلها للأعمال الخيرية، حتى العربية اللي كانت معاه باعها واتبرع بفلوسها. وبما إن الفلوس اللي كانت معاه كلها اتبرع بيها، فأصبح إنه هو ما معهوش حاجة، فقرر إنه هو لازم يفتح محل ملابس ويبدأ من نقطة الصفر. ومحل الملابس ده لازم يستلف فلوسه علشان يبقى الموضوع من أوله بمال حلال. وبدأ رحلة كفاح جديدة مختلفة تماما عن حياته القديمة. كم محل ملابس؟ 2. ما شاء الله. انت بتكسب راضي طبعا يكفي الحمد بيتك؟ لله. الحمد لله عوض ربنا. انا قلت لك ما كنتش عارف اشتغل ايه. انا قلت عايز اجيب ميكروباص، وقلت افتح بلاي ستيشن. قلت طب افتح كافيه. طب ما لا كافيه لا فيها شيشه مش هينفع. وكنت كمان معايا مشكله في الفلوس، في مصدر فلوسي. ايوه ليه بقى؟ ما عشان حرام. ما انت وديت فلوسك فين؟ عند الله. اي ودخلت محل، اول محل استلفت فلوس ودخلت شريك مع حد. انت فلوسك اللي اشتغلت بيها مهرجانات عند فين؟ الله. ما ده هتضيعش ثوابي ليه؟ طب خلاص انت خلصتها؟ الحمد لله. وبعت عربيتي وما كانش عندي شقه ملك اصلا. استلفت فلوس وشاركت حد وفتحت اول محل، وفي ظرف 3 شهور سديت الفلوس اللي استلفتها من كتر ما الناس ما جت الحمد لله رب العالمين، وفتحت فرع تاني. ناس كتير كانت شاكة في توبته وقالوا إنها كلها يوميا ويحن لحياته القديمة من تاني، لأن اللي اتعود على حياة النجومية مش ممكن ينساها ببساطة. وفي فبراير سنة 2025 طلع علي قدورة على قناة صدى البلد وقال إنه هو ملتزم بقرار اعتزاله، وإنه هو سعيد جدا بالتغيير اللي حصل في حياته ده، وبيجي دلوقتي بينام مرتاح. اللي انت شايفها دي زيزي فريد، اسمها بالكامل زينب أحمد محمود فريد، من مواليد سنة 1945، وبدت حياتها الفنية سنة 1967 في فيلم غراميات مجنون. وفضلت زيزي فريد محصورة في أدوار الإغراء، والأدوار دي كانت أدوار سنوية، والأدوار دي فضلت محصورة فيها 30 سنة. ولا مرة في ال30 سنة دول رشحها منتج أو مخرج لبطولة مطلقة، ووصل مجموع أعمالها لأكتر من 70 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح. وآخر أعمالها كان مسلسل يوميات ونيس الجزء الخامس سنة 1998. وبعدها اعتزلت زيزي فريد الفن ولبست الحجاب، وبدت تحضر الدروس الدينية وحفظت القرآن الكريم بالكامل، وحجت بيت الله الحرام 8 مرات. الموضوع بدأ معاها من سنة 1998 لما شافت جنازة الشيخ الشعراوي وتأثرت جدا بوفاته، مع إنها ما كانتش حتى بتصلي، وفضلت تعيط طول النهار. ولما نامت بالليل حلمت بالشيخ الشعراوي وهو لابس جلابية بيضة، وقال لها يا زينب يا زينب. قالت له هو مش انت الشيخ الشعراوي؟ قال لها انا الشعراوي. قال لها انت هتفضلي في اللي انت فيه ده لحد امتى؟ قالت له ايه اللي انا فيه؟ قال لها اللي بتعمليه في الافلام. خلي بالك ربنا زعلان منك، بس احنا شفعنا ليكي عند ربنا، وبقالك فرصة واحدة بس، يا تستغل الفرصة يا تضيعيها. وفجأة صحيت من النوم ومش مصدقة اللي هي شافته. قامت على طول وغيرت هدومها ولبست طرحة وراحت الأزهر الشريف، وقابلت هناك عالم أزهري وحكت له الحلم، وسألها انت بتشتغلي ايه؟ قالت له أنا ممثلة في الفن. قال لها أبشري، ده مش حلم عادي، دي رؤية،
ولازم تسيبي كل اللي انت بتعمليه ده، انت اكيد عملت حاجة كويسة في حياتك. قالت له انا على طول كنت تحت رجلين امي وابويا، وكنت تحت رجلين امي وبخدمها، وماتت وهي راضية عني وكانت بتدعيلي على طول. قال لها ده البر اللي علشانه أكرمك ربنا. روحت زيزي على البيت واغتسلت واتوضت وبدت تصلي، ده غير إنها حفظت القرآن الكريم في 2 سنين، وكانت بترفض كل الأعمال اللي بتتعرض عليها من غير ما تقول لهم إن هي اعتزلت الفن أو اتحجبت، بالرغم إن هي ما بقاش معاها أي فلوس تصرف منها. وبعد ما أتمت حفظ القرآن الكريم رشحها المحفظ لناس محتاجين محفظات للقرآن الكريم، لأنها حفظت القرآن بالأحكام والتجويد والنطق الصحيح وكل حاجة، وبدت تحفظ ناس كتير القرآن الكريم، وربنا فتح ليها باب رزق كبير، لحد ما في يوم من الأيام كانت بتحفظ بنت أبوها رجل أعمال، وهي في الفيلا عندهم الراجل اتعرف عليها، ولما عيطت وحكت له الحكاية قرر إن هو يكافئها ويطلعها الحج. ولما رجعت الراجل ده تواصل معاها ومع كل معارفها، وجاب كل أولاده علشان زيزي اللي بقيت الحجة زينب تحفظهم القرآن الكريم، وبقى معاها فلوس أكتر من اللي جمعتهم من الفن والتمثيل، ده غير إن هي حجت 8 مرات. وفي يوم شافت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رؤيا وقال لها أبشري ربنا راضي عنك، استمري في اللي انت فيه. اللي قدامك دي الغنية عن التعريف، الفنانة شادية، اسمها الحقيقي فاطمة أحمد كمال شاكر، واتولدت في 8 فبراير سنة 1934 في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين. ليها 4 إخوات، هم عفاف ومحمد وسعاد وطاهر، وهي كانت أصغر واحدة فيهم. ظهرت موهبتها في سن صغير، وده خلى والدها يهتم بيها وجاب لها مدرس موسيقى اسمه محمد ناصر، وده اللي علمها كل حاجة عن الموسيقى. وفي فترة الخمسينيات حققت نجاح ما حصلش، وكانت تقريبا بتمثل كل شهر فيلم جديد، وكل فيلم بتقدمه بيبقى أنجح من الفيلم اللي قبله. وسنة 1953 قابلت الفنان عماد حمدي، وكان متجوز وقتها من الفنانة فتحية شريف أم نادر ابنه، ومع ذلك أعجب بشادية وفضل يشغلها ويبعت لها جوابات لحد ما عرفت مراته وطلبت الطلاق منه. واتجوز الفنان عماد حمدي شادية في 1 يوليو سنة 1953، وفي الوقت ده كان هو أكبر منها ب20 سنة، وبسبب أسلوب الفنان عماد حمدي الوحش معاها قدام الناس فاض بيها، وبعد كده رجعوا اتطلقوا سنة 1956. شادية طول عمرها كانت دلوعة، وكانت عايزة الجمهور يحتفظ بصورتها اللي حبها عليها، علشان كده كانت دايما بتقول إن هي عايزة تعتزل على الصورة دي. وسنة 1980 كلمها المخرج حسين كمال علشان تشارك في مسرحية رايا وسكينة، وكانت أول مرة في حياتها تمثل على المسرح، والمسرحية دي كسرت الدنيا. وما تكملش فرحتها علشان يتوفى أخوها طاهر سنة 1983. وسنة 1985 تتعب شادية وتسافر أمريكا علشان تعمل عملية استئصال، وبعد ما عملت العملية اتصدمت صدمة عمرها لما الدكاترة قالوا لها إن هي أصلا ما كانتش عندها سرطان ثدي ولا حاجة. وترجع شادية من أمريكا وتروح تعمل عمرة وتدعي ربنا كتير وتطلب منه إشارة. وسنة 1986 تطلبها الإذاعة علشان تعمل أغنية لمولد النبي، وبعدها تطلع الحج وترجع من هناك محجبة ومقررة الاعتزال، وتفرغت للعبادة بس وأعمال الخير. وكل فلوسها اللي جمعتها من الفن أسست بيها مؤسسة اسمها مؤسسة شادية للأعمال الخيرية، واتبرعت بشقتها اللي في جامعة الدول
لجمعية الدكتور مصطفى محمود، ده حتى الفيلا بتاعتها حولتها المسجد ودار أيتام. وتقرر شادية إن هي تبعد تماما عن الأضواء وتتفرغ للعبادة لحد وفاتها يوم 28 نوفمبر سنة 2017. اللي انت شايفه قدامك ده اسمه الشاب رزقي، اسمه بالكامل محمد رزقي، مغني راب من المغرب. اتولد يوم 19 مايو سنة 1976 في الدار البيضاء بالمغرب. ظهرت موهبته من وهو طفل صغير، وشارك في الغنى في الاحتفالات الوطنية زي عيد العرش وعيد الشباب وثورة الملك والشعب. في مرحلة الثانوية بدأ يألف أغانيه ويلحنها وعجبت كل الناس اللي حواليه. ومن أشهر أغانيه أنا الغلطان مش أنت، وكان عايش حياته بالطول والعرض، والدنيا وحياة الشهرة والفلوس كانت سرجاه. هو كان دايما حاسس وعارف إن الطريق ده ما يرضيش ربنا، وكان عايش في صراع داخلي بين الحق والباطل، وما كانش مبسوط أبدا بالنجاح اللي هو وصل ليه. لحد سنة 2011 لما قرر إن هو هيعتزل الغناء ويبعد عن حياة الموسيقى والغنى لحياة العلم وحفظ القرآن الكريم والتدين، وعرف معنى السعادة الحقيقية في طاعة الله. ده غير إن هو اتبرى من كل أعماله وأغانيه. فالحمد لله القائل في كتابه الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والحمد لله الذي أنقذني من مستنقعات الغناء والموسيقى، فقد كنت كما يعلم البعض مغنيا فيما مضى، لكنني اليوم بفضل الله عز وجل أقلعت عن هذا الغناء والموسيقى وتبت إلى الله عز وجل. لهذا أطلب من كل من يستمع إلى تلك الأغاني أن يكف عن ذلك ويستمع إلى القرآن الكريم إن كان يريد الفوز في الدنيا والآخرة. أنا اليوم يعني بريء من تلك الأغاني ونادم على ما اقترفته يداي. وناس كتير حواليه وقريبة منه حاولت تقنعه إنه هو يرجع تاني للغناء، وإنه هو صوته حلو ولازم يرجع عن قراره، وإزاي يسيب الشهرة والفلوس دي كلها، لدرجة إن هم اتهموه إن هو شخص مجنون. ده غير الإشاعات الكتير قوي اللي طلعت عليها إن هو اتخطف واتعمل له غسيل مخ، إن هو مقتنع جدا إن اللي كان بيغنيه حرام. الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. تلك الشهرة شيء لا يشرفني، والله الذي لا إله إلا هو إني لأستحي من نفسي حينما أذكر أنني كنت مغنيا. لم أكن قط سعيدا أبدا أبدا أبدا، وكنت في درك من العيش رغم الشهرة ورغم المال ورغم السفر. لم أكن سعيدا وكنت أعيش في درك من العيش. الآن الحمد لله أعيش السعادة الحقيقية كما تعلم يا أخي في طاعة الله. اتعرض عليه بعد التوبة إن هو يشتغل في الإنشاد في بلجيكا وأوروبا، لكن هو رفض وتخلى عن فلوس الغنى، وبيجي يكسب من عرق جبينه فلوس مقتنع 100% إن هي فلوس حلال، وبيخطط مع مجموعة من المشايخ والدعاة لعمل مركز إسلامي في الدول الأوروبية علشان يوصل رسالة الدين الإسلامي للخارج.